هاي ماتشيز انيونغ، فيديو جديد واحنا في كوريا حاليا زي ما انتم عارفين. هاجي دلوقتي اعمل الكولر اناليسيس. ده يا جماعه المكان هو في عماره كده، الدور الخامس اللي هنعمل عنده كولر اناليسيس. زي ما كنت بقول لكم هاجي اعمل دلوقتي الكولر اناليسيس عشان اعرف ايه الالوان اللي بتليق عليا، ايه هي بشرتي، هل انا وورم تون كولد تون، حاجات زي كده. فالمكان ده اسمه كولر بليس في جانجنام، هو في العماره دي الدور الخامس. فيلا بينا نطلع، مش انا بنهج عشان احنا كنا طالعين مطلعيه كوريا كلها كده على فكره، فانتوا لو جايين كوريا استعدوا ان انتوا تطلعوا وتنزلوا هيصه. بصوا هو هنا مكتوب اصلا كولر بليس الدور الخامس. بصوا ده كده المكان. هنا الكولر بليس ده في مشاهير كتير جم عملوا فيه، ممكن مين مثلا تكونوا عارفينهم، 10 دول من ويف في، نايون، في مين تاني، ليسا، جيسو، وإتسي، يعني مشاهير كتير بجد جم عملوا هنا الاناليسيس بتاعهم. فانا مبسوطه ان انا جايه نفس المكان المشاهير عملوا فيه وده المكان so cool. الساعه دلوقتي 12:15، انا معادي 12:30، فقاعده في اللوبي مستنيه. تكييف حلو قوي بصراحه لان الجو برا صعب قوي، بس مبسوطه انه المشاهير جم هنا، ليسا وبلاك بينك وكده. هي جت، هي الحمد لله انا عامله الكونسلتيشن دي مع واحده بتتكلم انجلش، عشان انتوا بتختاروا يا انجلش يا كوري طبعا، يعني مش الدرجات دي يعني كوري. فقلت لها ان هي تكون تتكلم انجلش، فقالت لي ان انا لازم اشيل الميك اب طبعا عشان يشوفوا درجه بشرتي بالظبط وكده. فقالت لي هم عندهم كلانزرز في الحمام او عندهم هنا ميك اب وايبس تشيلوا ميك اب، فلو انتوا جايين عادي تعالوا ميك اب وشيلوه هنا مفيش مشكله. تعالوا نرموف الميك اب بده stress relieving. انا بصور برضو تيك توك فبعمل حاجتين في وقت واحد. هنبتدي بالعينين الاول عشان ايه. استنوا بقى اشيل الميك اب واجيلكم. بصوا بقى، هي هنا كانت بتوضح لي ان في الالوان الوان كده دافيه والوان بارده، يعني الوان مايله على الاصفر والوان على جراي او ابيض اكتر، وان الالوان متقسمين 4: شتاء وصيف وخريف وربيع. بصوا هم هنا قالوا لي اختار الكي ووردز اللي انا شايفاها، فهلا بتساعدني يعني. اوكي سويت lovely lovely where is lovely. بعد كده بتديكوا الورق ده، وزي ما شرحت لكم بنبدا ان احنا نعمل سيركل على الحاجات اللي احنا شايفينها شخصيتنا. فعشان كده كنت مخليها هلا تساعدني شويه، تقول لي مثلا هي شايفاني انا عامله ازاي، هاديه نشيطه، مثلا بحب اللبس الكلاسيك، اللبس يعني هي من الاختبار ده عامه بتحاول تعرف شخصيتكم عامله ازاي. soft اوكي what else sexy Anio. No. Classy. Yeah, I feel like I like classy, ladylike. بعد كده بندخل على المرحلة اللي بعدها، وبتبدأ تشرح لي بالظبط ايه الفرق ما بين الورم تون والكول تون. فبتبدأ توريني ممثلين ومغنيين. حاولوا يا جماعة تشوفوا انتوا عارفين مين في الصور دي. بس وهي بتقلب كده هتلاحظوا ان فعلا في ناس بشرتها ورم تون. ورم تون زي ما شرحت لكم ان بشرتهم مايلة اكتر على الصفار، بس في ناس برضو بشرتهم كول تون. كول تون اللي هي بتبقى باردة شوية او مايلة اكتر على اللون الابيض. وبجد هتاخدوا بالكم لو بصيتوا في اللابتوب بتاعها هتلاقوا ناس فعلا بشرتهم كول تون وناس بشرتها warm tone. فده كده بنقدر نفرق ما بينهم. 그리고 겨울 쿨톤은 도시적인 느낌이 강해요. Very city 약간 vibe. 차가워 보이는 A little 느낌도 bit cold 있고. as well. Yeah, I can And see very that. modern. Yes. 이미지가 혹시 이해가 되시나요? So you can see what the images are Yeah. like in each of the seasons, They're so right? clear, like I could see it now. 분명하게 보이시나요? 아, 너무 Okay, 다행이다. good. 그래서 이 중에서 고객 이미지 한번 지금 찾아볼게요. I want to find your image now. actually, في السيشن دي انا كان معايا بنتين. البنت اللي انتوا شايفينها دي هي
هي دي كورية، وهي دارسة اصلا يا جماعة الموضوع ده، يعني في كوريا هم بيدرسوا الموضوع ده، والمترجمة اللي هي بتترجم لي لإنجلش. الاتنين بجد كانوا لطاف جدا. طبعا هي حطت اللي هي البيضة اللي انتوا شايفينها على راسي دي، واستأذنتني ان هي ينفع تحطها عشان نشوف لون وشي بالظبط، عشان طبعا الحجاب فيه الوان وكده، فهي لازم حتى لو حد بشعره برضو بيحطوا بتاع البيضة دي عشان تشوف لون البشرة الصحيح. Very pretty on you. 자, 한 장씩 We're gonna 비교해볼게요. compare one by one. 페일, 연한 거. Pale, lighter colors. 너무 화사한데 Very lively. 약간 심심한 느낌이 But 있어요. a little bit plain. 자, 그리고 조금 컬러가 A little 진해져요. bit of a color. 그리고 더 쨍해져요. More high saturated. 쨍하면 얼굴에 그늘감이 집니다. You can see a little bit of shadow in the high saturated colors. 그리고 붉은 부분과 이렇게 푸른 부분이 너무 잘 보여요. And you can see all the redness on your Yeah. cheeks as 너무 well. 원색보다는 So rather than a bright color, 이 a little 정도는 bit more 괜찮아요. cleaner colors are better for you. 그리고 더 연해집니다. And as it gets 이렇게 둘 다 lighter, 너무 예뻐요. those two are very Are better, pretty. right? Yeah, yeah. 네. عشان اشرح لكم برضو اكتر هي هنا بتعمل ايه. بعد كده بتخشوا على الخطوة دي، بتمسك هي كل الالوان وتجربهم على وشكم، وبتلاحظوا هو بس مش باين في الكاميرا قوي عشان الاضاءة، بس في الحقيقة يا جماعة بجد الموضوع كان باين جدا لما بتيجي تجرب الالوان على وشكم، بالذات بتلاحظوها في الحبوب والهالات السوداء. في لون ممكن بجد يشيل خالص الهالات السوداء من على وشكم ويقلل الاحمرار اللي في الحبوب، وفي الوان تانية ممكن تبين الهالات جدا. فده بقى فرق اللي هي او فكرة اصلا color analysis، انه ممكن لون واحد يغير شكل وشكوا تماما. فهي هنا لما جربت الالوان، طبعا انتوا ممكن تاخدوا بالكم شوية في الفيديو انه انا الالوان الفاتحة بتليق عليا اكتر وبتفتح وشي. معلومة برضو اتعلمتها منهم وعايزة اقولها لكم، ان اللون الواحد فيه منه 7 درجات. يعني مثلا اللون البينك بيبتدي من البينك البيل او البينك اللي هو فاتح قوي وخفيف كده، بيبقى سوفت او احنا بنقول عليه باستيل. وفي برضو منه البينك الغامق الدارك قوي، برضو زي ما انتوا شايفين هنا في الازرق، في ازرق يعني غامق جدا وازرق فاتح سنة وهكذا. ومن هنا ببساطة جدا بتكتشفوا انتوا ايه الالوان اللي بتليق عليكم، بتعرفوا انتوا وارم تون ولا كول تون. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الالوان اصلا متقسمين ل4 مواسم، الصيف والشتاء والخريف والربيع، وانه في الوان ممكن لما تحطوها على وشكم تصفركم، وفي الوان لما تحطوها على وشكم تفتحكم. وانا هنا كانت قالت لي في الاول لما حطت الاصفر عليا، قالت لي ان الاصفر مش من افضل الالوان قوي عليا، بس لو هلبس الاصفر يبقى البس الاصفر الباستيل. ولو انتوا خمنتوا ان انا كول تون فانتوا صح، انا بشرتي كول تون، يعني بتليق عليا الالوان الباستيل الفاتحه. هنا لما جربت عليا الالوان اللي انتوا شفتوها اللي فاتت دي كانت اوحش الوان عليا. 스트레이트. Eyebrows. 이 스트레이트. Straight. 이거랑 아치가 들어가서 곡선 거랑 비교해보면 A little bit more roundy, curvy. Yeah. 피해주시고 Avoid. No. That's a no. Like the rounded one. Yeah. No. 추천드리는 게 아니라 Not this shape. 이 넓이. This short. Yeah. That's 이게 what 조금 you. 더 부드러우면 좋을 것 같아요. A little bit more like an oval or round or curve, not like straight line. دلوقتي هنعمل الميك اب. It feels more hydrating for her. 이게 좀 더 촉촉하다고. So ما عملوا recommendation لذيذ. The morning costume. هي لايقة عليا اكتر. والحلو ان هم مش بس بيمسكوا الوان اللبس اللي تليق عليكم، لا هم كمان بيقولوا لكم المكياج، لان طبعا المكياج الوان، فبيقولوا لكم بقى في المكياج بيمسكوكوا خطوه خطوه، يقولوا لكم ايه الفاونديشن اللون اللي يليق عليكم بالظبط. هنا انا كنت بجرب بقى الليبستكس الالوان اللي تليق عليا، الالوان اللي لازم اتجنبها. فصراحه كواحده بتحب الميك اب جدا الموضوع ده فادني، لان عرفت الوان اي شادو تليق عليا، الوان برضو ليبستيك تليق عليا، ايه اللي اصلا ما ينفعش استخدمه لانه ممكن يصفرني ويخلي وشي بيل. فبجد الخطوة دي عجبتني جدا جدا، فهسيبكم بقى تستمتعوا. يلا. 오렌지 계열만 피해주시고 Just 그냥 avoid orange. Just orange. Okay. Compared to Egyptian makeups, they go more brighter, is it? They have more bold. vibrant colors, like dark. You know, like red. blood red. Blood already have big eyes. You don't need that. That is true. وبما اني بعد السيشن ده كنت رايحه اوليف يونغ عشان اشتري الميك اب اللي هي قالت لي حلو، فكنت هنا بصور الدرجات بتاعه الليبستيك اللي كانت مناسبه بالنسبه لي وكانت احلى حاجه. Recommend some blushers now.
파우더가 아닌 것 같은데요. 더 쨍해도 될 것 같아요. So you can add more, a little more color. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الكوريين بيعملوا طريقة المكياج عامة مختلفة خالص عننا كعرب، بس انا اكتشفت حاجة يا جماعة لما رحت عملت شوبينج، كانت صدمة حضارية ان الكوريين عندهم مثلا البلاشر او الاي شادو او حتى الفاونديشن درجاتهم فاتحة جدا عننا، فعشان كده انا اصلا ما اشتريتش مكياج كتير لان اكتشفت ان معظم الحاجات فاتحة قوي عليا، وان بجد هي هنا كانت بتحط لي بلاشر هو ما كانش باين اصلا على بشرتي عشان معظم حاجتهم فاتحة. Your dark circle, it should be similar to your skin tone or darker, slightly darker. Okay. nude. 저 동영상 찍고. 입생 롤랑에서는 25 추천드립니다. 25. 프로는 23호 정도 So 쓰시면 in 됩니다. Korean brand, you are 23. 23. 하지만 너무 노랗지 않은 걸로. But not yellow. Not too much Oh, yellow. okay, yes, okay. His Among Orange these, she recommends that one. 괜찮고요. This one is okay as well. And the one that she Yeah. used, that one is very good. This one, yeah. CE one is really cute. And the bottom part as well. Oh yeah. Yeah. فعشان ألخص لكم التجربة الجميلة دي، أنا طلعت كول تون، يعني بشرتي فاتحة أو باردة أكتر، وأنا بيليق عليا الألوان اللي هي الباستيل الفاتحة خالص الهادية. وكمان قالت لي إن أنا في الفصول الأربعة بتوع السنة أنا طلعت سمر، يعني أنا سمر كول تون أو سبرينج، لكن أنا مش خريف ومش شتاء، الألوان دي بتلاقش عليا خالص. وفي آخر السيشن بتقول لكم إيه أكتر لون أحلى حاجة عليكم يعني، فأنا طلعت اللون البينك ده أحلى لون بالنسبة لي. بالنسبة بقى المكياج، عشان انتوا لو زيي برضو سمر كول تون تبقوا عارفين ان احنا اكتر لون بيليق علينا في المكياج اللون البينك اللي هو برضو كول تون، يعني مايل اكتر على اللون الجراي او الابيض، لان ممكن تلاقوا بينك يكون مايل اكتر على الصفار او يكون بينك مايل اكتر على اللون الاورنج، فانتوا لازم تتجنبوا ده، يعني انتوا لو كول تون تتجنبوا الالوان اللي هي اورنج او مايله اكتر على الصفار، لان ده بيصفر وشنا ومش بيخليه حلو. برضو هنا بقى كانت بتقول لي الفاشن، يعني اللبس اللي يليق عليا، فبرضو وصفتني والحمد لله طلع ان ده اصلا ستايلي. الالوان اللي هي الباستيل، الستايل عامه يكون اللي هو مريح وبسيط، وده فعلا الستايل بتاعي. قالت لي برضو اتجنب اللي هي شايفين هنا الابيض في اسود والباترنز الكبيره دي ما بتلاقش عليا خالص، والحمد لله ان طلع ده اصلا مش ستايلي في اللبس، فدي حاجه كانت جميله جدا. وكمان بتقول لكم الاكسسوارات او لون الاكسسوارات اللي بيليق عليكم، فانا ككول تون اكتر لون اكسسوارات بيليق عليا السيلفر، وبعد كده الروز جولد، وكمان قالت لي البيرل او اللؤلؤ الابيض ده برضو من الحاجات اللي بتليق عليا جدا. بس بجد دي من اكتر التجارب اللي لازم تعملوها ان شاء الله لما تروحوا كوريا. المكان ده هو في جانجنام جو، والمكان اسمه كولر بليس. ناس بروفيشنال جدا دارسين وعارفين كويس قوي هما بيقولوا ايه، تجربة تحفة وفعلا غيرت حاجات كتير قوي في معلوماتي والستايل، فلازم ارشح لكم التجربة دي. بس كده، باي.